المشاركة في القمة الجزائرية والانسحاب من اتحاد المغرب العربي. الرئيس الموريتاني يقدم طلبا رسميا للرئيس تبون للانضمام إلى تكتل شمال إفريقيا. تستعد موريتانيا رسميا لهدم كل الادعاءات الكاذبة التي أطلقها للذباب في الآونة الأخيرة في محاولة يائسة إحباط مخططات الجزائر للسعية لإخراج منطقة شمال إفريقيا من عزلها وتشكيل تحالف قوي تتوحد من خلاله صفوف المغرب العربي لمواجهة التحديات الخطيرة التي تفرضها المتغيرات الأمنية الجديدة في المنطقة وتحالفات المغرب الاستراتيجية. كشفت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الجزائرية أن موريتانيا أقامت اتصالات دبل ومسيها على أعلى المستويات عرضت من خلالها رغبة للرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني في الانضمام إلى الكتله المغاربي الجديدة، والتي كانت بمبادرة من الرئيس الموريتاني محمد الشيخ ولد الغزواني. وأشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في السياق ذاته إلى أن موريتانيا ستكون حاضرة في القمة الجزائرية التي سيترأسها الرئيس تبون بعد القمة الليبية، قبل أن تشير المصادر نفسها إلى رغبة موريتانيا في تقييم علاقاتها مع عدد من دول المنطقة. كما يسعى النظام المغربي إلى إعادة تقييم جذري لسياساته بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، خاصة مع التوتر الأمني على الحدود مع مالي وانتصار المعارضة في السنغال. وعلى هذا الأساس تسعى موريتانيا إلى الانضمام إلى الاتحاد تكتل شمال إفريقي جديد بقيادة الجزائر بعد عدم تمكن للرئيس الموريتاني من حضور قمة تونس. ومن شأن هذا القرار أن يقوض كل المحاولات اليائسة والبائسة التي يسعى المخزن المغربي إلى القيام بها في المنطقة، حيث يسعى جاهدا لدعم البلاد. المبادرة الجزائرية المباركة لإعادة توحيد دول شمال إفريقيا بعد أن فرقها المخزن بسبب سياستها لتوسعه وتحالفاتها المشبوهة مع قوي للشر وتأمره على دول وشعوب المنطقة.